مشكلتنا ان احنا بنحط الناس اكبر من حجمهم. صح. حسن البصري كان بيقول حد ما كان بيقول له الناس والناس 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 والناس، فقال لهم مالي وللناس، مالي الناس، كنت في بطن امي وحدي، وسادخل القبر وحدي، وسأحاسب وحدي، وسأدخل الجنة أو النار وحدي، فمالي وللناس. بودكاست سرابيل. ازيكم عاملين ايه؟ في الفترة دي كلنا بنواجه مشاكل كتير جدا، منها الفتن، ومنها الضغوطات، ومنها مشاكل مادية، ومنها مشاكل من الصحاب والذنوب الكتير اللي حوالينا. واعتقد ان احنا في سن الجامعة بنلاقي حاجة جديدة علينا. طيب، احنا لما جينا نعمل البودكاست ده فكرنا ازاي نحصن نفسنا من الحاجات دي، وازاي نستعد للحاجات اللي احنا هنواجهها في الفترة الجاية، لأن البودكاست ده مستهدف الشباب من سن ال 18 للسن ال 30. فأفضل اسم لقيناه هو كلمة سرابيل. ومعنى كلمة سرابيل هو الدرع بتاع الحرب. فهنا احنا هناخد الحاجات اللي تحمينا، وفي نفس الوقت تخلينا مستعدين في اللي هنواجهه، ويبقى بلغة بسيطة خالص. لغة الشباب بتاعتنا احنا بنتكلم بيها، مفيش بقى أجواء شيخ وخاف بقى منه، وفكرة إن الشيخ يقول حاجات بتضايقني وكده. لأ، احنا بنتكلم بنجمع بين الدين والدنيا بطريقة بسيطة جدا بلغتنا، بالطريقة إن احنا بنحبها، وزي ما تشوفوا في الحلقات الجاية إن شاء الله. والنهاردة الحلقة الأولى بعنوان وما أدراك ما العقبة. يعني إيه عقبة؟ واللي هيشرحها لنا حبيبي وصديقي الشيخ إسلام أشرف الصاوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيك يا عمر؟ الحمد لله بخير يا رب والله. تكون بخير. انت اللي حبيبي الحمد مش انا اللي لله. حبيبك، انت اللي حبيبي. حبيبي. بص زي ما انت قلت كده، فكرة آه سرابيل الأول. خلينا نقول اللي زمان الإنسان البدائي، خلاص زي ما اتقال عنه ان هو كان لسه مجرد من ايه، من الهدوم، مفيش هدوم خالص. جميل. فبدأ يجيب حاجات يلبسها عشان تحميه صح. وعلشان يستر نفسه. بالظبط. خلاص، نفس الفكرة ديت اتطورت مع الوقت، وبقى كل مكان ليه لبس معين، يونيفورم معين. جميل. خلاص، الإنسان المسلم لازم يكون ليه دروع تحصنه من الحاجات إن هو بيواجهها في الحياة، بكل اللي أنت قلته، مش مجرد بس الآفات الدينية أو الآفات اللي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحها لينا، لا كل حاجة. جميل. فمن هنا لما احنا اتكلمنا انا وانت مع بعض وبدأنا نفكر في اسم، فوقع اسمي سرابيل، صح. عشان البودكاست ده يكون بمثابة الدرع اللي الشباب يسمعوه فيحس ان هو حصن نفسه من اللي بيواجهه في الدنيا دي كلها. جميل جدا. كويس جدا. اما ما ادراك ما العقبة، العقبة دي انا بحب اوضحها باسلوب بسيط جدا جدا. تخيل دلوقتي معايا اللي احنا في ماتش كورة في الدقيقة 90، خلاص، والفريق خسران، فالمدرب من بره قال للمدافعين اقتحموا الملعب، خشوا وهاجموا، عشان جميل. ده اخر وقت ولازم تدركوا اللي فات والا هنخسر. جميل. فالعقبه ده منحنى كبير، مرتقى صعب، حاجه صعبه المنال. فاحنا بنقول وما ادراك ما العقبه، والايه اللي قبلها تقول فلا اقتحم العقبه. يعني جه الوقت انك تاخد القرار انك تقتحم العقبه دي، وتقتحم الصفوف وتخش جواها عشان تحقق الهدف اللي يخلي الفريق بتاعك بعد ما كان متعثر وهيقع يوصل وينجح. فده الفكره اللي هنبني عليها المحاضره النهارده. ازاي، ايه المشاكل اللي عندنا اللي احنا بنواجهها دلوقتي، وايه اكبر مشكله، ومنها نحاول نقتحمها، اي نحاول نرتقي عليها ونكسبها او ننتصر عليها، ونغير المحور ده، وننجو ونلبس الدرع بتاعنا. طيب، دلوقتي بقى انا عندي مشكلة. دايما بقع في انتكاسات، ودايما بقع في الذنوب. فانا عايز اعرف دلوقتي، انا كل شوية لما اجي اتوب هل ده شيء كويس؟ ولا أنا لما افضل اغلط واتوب احس ان انا منافق، واحس اقول ازاي انا بغلط وازاي ارجع اتوب واعمل نفسي كويس وبتاع، فارجع اغلط تاني واعيش بقى في الذنب ده كده. فهل انا لازم اتوب فعلا؟ ولو تبت، هل التوبة دي فرض ولا ايه بالظبط؟ طيب كويس جدا. خلينا نتكلم اللي انت دلوقتي بتحاول توصل لي
ان اكبر مشكله بتواجهك هي الذنوب، جميل. وان احنا دلوقتي بنحاول نوصل للناس النهارده ان ازاي تحصن نفسك وتلبس درع ضد الذنوب. بالظبط. الدرع دوت اللي ربنا سبحانه وتعالى جسده لنا تحت عنوان ايه؟ التوبه. والتوبه زي ما انت قلت لي وطلبت مني، هي مش مجرد حاجه اختياريه، لا، ده التوبه دي منزله اساسيه في طريقك لربنا. يعني منزله جايه من كلمه منزل، يعني حاجه انت لازم تسكنها في كل لحظه. فالتوبه بتكون في اول طريقك، وفي وسط طريقك، وفي اخر طريقك. لو افترضنا ان عمر خارج الصبح، فلازم هو خارج خلاص يصحب معاه، ياخد معاه التوبه دي. وهو ماشي في طريقه اللي هو نعتبره طريق الدنيا، هيحصل له إيه؟ تعثرات في الطريق، مره يقع مره يقوم. الحاجات دي محتاجه توبه. اكيد. وهو راجع للبيت تاني محتاج ينظف نفسه من اللي حصل له في الطريق، فلازم يتوب. عشان جميل. كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كلمة لعلكم دي حاجة للرجاء. فيعني لو أنت عاوز فلاح في الدنيا بكل صور الفلاح، فأنت الدرع اللي أنت لازم تلبسه هو التوبة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر سورة نزلت عليه ربنا أمره بده، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فربنا وضح اللي ديت الختام، لأن الآية ديت سيدنا أبو بكر الصديق قال عنها إن دي خلاص توديع النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا، خلاص دي آية الوفاة. فربنا بيقول له في النهاية اصحب منزلة التوبة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دلوقتي احنا عرفنا ايه اهمية التوبة، م. تمام. بس انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل لي لو انا ما توبتش. يعني قلبي هيتأثر ازاي، وحياتي بشكل عام لو انا ما توبتش هتبقى عاملة ازاي. لان في ناس كتير بتقولك طب ما انا ما بتوبش وعايش في الذنوب عادي جدا وربنا فاتحها عليا وجميلة جدا. وايلون ماسك مثلا اهو يعني مش ديننا ولا اي حاجة والدنيا تمام معاه ومن اغنى رجال الاعمال في العالم. و... وكتير يعني كتير ناس كتير كده وعايش، واللي بيبيع بيرة وفاتح ديسكو ما ده عامل ملايين. فازاي بقى دي ناس حياتهم عاملة ازاي يعني؟ هو مش تايب لربنا وبعيد قوي عن ربنا. اول خدها حاجة واحدة واحدة عليا، خدها واحدة ماشي، واحدة عليا. اول حاجة ايه تأثير التوبة عليا وعلى قلبي؟ طيب كويس جدا. طيب أول حاجة تأثير الذنب، ماشي، بيعمل إيه؟ بيجرحني إزاي؟ دايما بحب استحضر الصحابي سيدنا حذيفة بن اليمان، جميل. ماشي. في حديث عند الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم. تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، أو قال عودا عودا. إيه الفرق بين دي ودي؟ عودا عودا يعني فتنة فتنة مختلفة في تباين، أو عودا عودا ممكن نفس الفتنة تتكرر. فهنا ناخد منها فهم إن أحيانا الإنسان في الدنيا يا إما ابتلاءه في فتن كتير ورا بعض، ذنوب كتير ورا بعض، يا إما فتنة واحدة بس هي لازماه، كل لما يتوب منها يقع. وبعد كده النبي عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال: فأيما قلب. الوقت النبي يشرح صنفين من الناس، قلبين من الناس. فقال: فأيما قلب أشربها. أشرب ده يعني إيه يا عمر؟ يعني رضي بيها واستساغها وحبها، مبسوط بيها، خلاص. فأيما قلب أشربها، خلاص، نكتت فيه نكتة سوداء. أنا تتخيل كده معايا دلوقتي قلبك الأصل قلب على الفطرة، خلاص، فنكتت فيه نكتة سوداء. طب العبد لما، أو الشاب لما اتحطت نقطة سوداء عمل إيه؟ سابها، ما تابش، أنت بتتكلم فيها أهو. بالظبط. فعمل إيه؟ ساب نقطة بقعة سوداء، جات له فتنة تاني من عودا عودا، سوداء 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 سوداء، لغاية ما القلب اسود. القلب التاني قال: وأيما قلب أنكرها. يعني إيه أنكرها؟ يعني كان ما وقعش فيها، لا، أول ما قام تاب، أول ما قام جاهد نفسه فيها، مرة يقع مرة لا، بس كل شوية بيتوب. نكتت فيه نكتة بيضاء. طيب دلوقتي عندي نموذجين. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى يصير القلب ماله الأسم من نوعين: قلب أبيض مثل الصفا، قلب أبيض من كتر ما هو بيتوب، وكل لما يتبهدل هدومه يمسح، يبهدل هدومه يمسح،
على طول مع الاستيكه اللي هي التوبه، مع الاستيكه اللي هي التوبه. فعمل ايه؟ قلب ابيض مثل الصفا لا تضره فتنه. ليه لا تضره فتنه؟ ليه دايما؟ عشان دايما محصن نفسه بدرع التوبه، لا تضره فتنه. والاخر قال والاخر اسود مرباد كالكوز مشخيا. هنوضح الدنيا اهو. اسود يعني خلاص من كتر السواد غلب عليه. ما انت كل ما جبت ورقه وقعدت تحط نقطه نقطه نقطه، وحد شافها بعد سنه وانت بتحط نقط، تقول له الورقه دي لونها ايه؟ يقول لك سودا. لا بس دي ورقه، بس انت اللي لوثتها بالسواد. بالظبط. فقال قلب اسود مرباد يعني رمادي كالكوز. الكوز ده اللي هو الاناء. كالكوز مشخين يعني كالاناء المائل. الاناء المائل ده ما بيستقرش في حاجه. فتلاقي الانسان اللي ما بيتوبش دايما قلبه مائل، مش عارف يستقر في ايمان. يصلي مره ويقطع، يتوب مره ويرجع. عنده مشكله لان هو يعني لسه مش عارف يدوم على طاعه. فقال كالكوز مشخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. خلاص القلب من كتر ما هو سواد مش عايز يستقر فيه اي حاجه من الايمان. فده اللي وضحه النبي عليه الصلاه والسلام على لسان سيدنا حذيفه لما حكى لنا. فهنا بيبان لك اثر التوبه، ان التوبه عامله زي ايه؟ الاستيكه اللي دايما كل لما يحصل حاجه تمسحها. وعلى العكس الانسان لما بيتوبش خلاص السواد ملأ قلبه، لغايه ما يوصل في مره يحصل حاجه اسمها ران على قلبه. ده ربنا قال على نفسه المطفين كلا بل ران على قلوبهم. ران يعني ايه؟ خلاص ران ده سواد جه. فخلاص الوقت انت مثلا حاطط ستاير ولا حاجه، انا مش شايف الضوء اللي بره لان في حاجه حجباني. نفس الكلام، من كتر ما بعمل ذنوب ومقبل على الذنوب حاجه حجباني فمش شايف النور. فالناس بره بيقولوا في نور، وانا يا جماعه انا مش شايف نور، لابس نظاره شمس من الذنوب. جميل. وكانت في النقطة التانية اللي احنا بنتكلم فيها، أنا مش تاب لربنا بس وربنا كرمني. كويس. طيب حته بقى اللي انا معيار الدنيا، خلينا الاول نحط بعض الاصول كده تبين النبي عليه الصلاه والسلام عالج القضيه دي ازاي في قلوب الصحابه. لان الصحابه بشر وانت بشر، جميل. فاكيد الافكار اللي جات لك اكيد راودتهم. بالظبط. كانوا عايشين في مكه وفي المدينه وشايفين ان هو زي سيدنا ابي، سيدنا خباب رضي الله عنه. فبيقولوا النبي الا تستنصر لنا؟ ما هو بيقول اهو مش تنصرنا يا رسول الله. فالنبي كان عايز يوضح لهم ده. فاول اصل يوضح لك ده كله ايه قدر الدنيا عند ربنا. في القران ربنا قال سبحانه وتعالى من كان يريد العاجله اللي هي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال كلا، الاثنين اهو، كلا نمد هؤلاء اي اهل الدنيا وهؤلاء من ايه؟ عطاء. يعني اذا عطاء ربنا مش مقصور، مش مقصور وواقف على ايه؟ على اهل الدنيا الدين بس، لا، من عطاء. وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض هو ده الانسان المسلم يا عمر. اللي شايف ايه هو دايما اللي الاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا. والنبي عليه الصلاه والسلام وضح القدر ده برضه في حديث تاني. قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. الدنيا ما تساويش عند ربنا جناح بعوضة. هي مش معيار. الدنيا دي يا عمر عاملة زي ايه؟ عاملة زي قاعة اختبارات، دخلت جوه كده بتمتحن. فتوقع اللي انت يعني تخيل انت دخلت امتحان يا عمر لقيت اللي حاطط لك على الديسك او على البنج شوكولاتايه ومراقب جاي من ورا بيعمل لك مساج، وتفتح الصفحه كده اول صفحه تبص ورا تلاقي الاجابات، تقول ايه اللي مش امتحان ده. صح. فالدنيا معموله، ربنا خالق الدنيا عشان اختبار فقط. فالاختبار من سماته الصعوبه، والا ما اسموش اختبار. اكيد. طيب النقطه الثالثه، النبي عليه الصلاه والسلام وصف الدنيا بايه؟ قال صلى الله عليه وسلم ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. يعني السجن ايه؟ الحياه اللي فيه السجن انت بتلبس زي ما مأمور السجن عاوز، بتاكل باللي هو عاوزه، بتنام في الوقت اللي هو عاوزه، وتصحى في الوقت اللي هو عاوزه، ويقول لك اللي تعمله واللي ما تعملوش. فالنبي قال لك انت في الدنيا ديت مش مسجون، انت مقيد بأوامر شرعية ربنا طلبها منك. اما العكس قال وجنة الكافر، والجنة فيها ما لا عين رأت. فالكافر بيرى جنته في الدنيا ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فبيعمل اللي هو عاوزه.
فالمؤمن بيصبر نفسه انه سيعوض عن صبره عن سجن الدنيا بجنة الآخرة، والكافر العكس. فاللي بيختل عنده المفهوم ده فيرى الدنيا جنة من المؤمنين، فيرى الدنيا جنة، ويقعد يبص للناس الغربيين زي ما انت قلت ايلون ماسك والحاجات دي كلها. حبيبي ما دي جنته، هو باع القضية، باع مفهوم الإيمان، ما بحث عن الحق، فبالنسبة له بيستمتع. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقتل المفهوم ده قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأسعد أهل الدنيا، مسك مثلا، ربنا يهديه طبعا يؤتى بأسعد أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول له يا رب. نسي كل حاجة بإيه؟ احنا مقدرين الفتن اللي احنا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحتة دي بالذات اتكلم عنها، خطورة ان الانسان يشوف الغير مسلم او العاصي ماشي متنعم في الدنيا فينخدع. فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا، قيده من الدنيا، وهو قائم على معصيته فاعلم أنه استدراج. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم خلاص الآية في الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به اتعاقبوا لا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل حاجة فتح حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هي دي، فما تنخدعش، أصل الدنيا ما تسويش حاجة عند ربنا، فهو سايبها خدوها، بس هناك في الآخرة هيعرفوا اللي فيها. بيل جيتس كان ملحد في قبل ما يموت. أيوه نعم صحيح. ففي ناس كتير كده ان هو يعني تشوفهم ان هو كده كده تقابلهم مع ابو لهب فاهم هناك هيتقابلوا مع بعض، بس انت بتقول بقى ايه ان هو ازاي الناس دي بتبقى كده. فده كان السؤال يعني، فاحنا نعتبر جاوبنا عليه برضه. هو يعني معرفة حقيقة الدنيا بيهون على الناس. والله نعمة والله يا صغيرة عمر جدا، قراءة القرآن بتريح. صغيرة جدا. اللي يقبل على القرآن ويشوف مركزية الدنيا ازاي في القرآن وازاي ربنا سبحانه وتعالى حطها في حجمها الحقيقي هيرتاح. بالظبط. لكن المشكلة ان احنا ايه بنبص بنقارن، فلما تقعد تقارن انت اللي بتتعب. حتى روي عنه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صح. قال ان انت في الدنيا في الدين تنظر لمن هو اعلى منك عشان همتك تعلى، وفي الدنيا بص اللي اقل منك عشان ترضى بما قسم الله لك. في نقطة الذنوب برضو انا بحس ان احنا بنقع في ذنوب كتير مختلفة، وفي نفس الوقت في ذنوب بنقع فيها بالنسبة لنا بتبقى صغيرة جدا وهي ممكن تكون كبيرة جدا، زي مثلا شرب السيجارة. شباب كتير جدا بنقع في الموضوع ده. والفيب المنتشر جدا ان هو بيقول لك طعمه حلو ومش عارف ايه ومش بأذي حد، ده ريحته حلوه حتى ومش عارف ايه. هو مش عارف اصلا لو حد شم جنبيه اصلا بياخد 70% ده، يعني 70% وهو بياخد 30% ضرر اصلا. فمشكلة السيجارة بنحسها صغيرة، وهي اصلا لما تيجي تعمل ذنب زي كده في العلن ده شيء كبير جدا، واحنا مكناش حاسين بحاجة زي كده. وفي ذنب يكون كبير جدا واحنا فاكرينه صغير جدا، لما مثلا شاب يكون معاه صور لبنت او اي حاجه فيوريها لصاحبه، انا وصاحبي يعني بنوري الحاجه لبعض يعني. فما بيبقاش عارف الذنب قد ايه ده كبير جدا. و... ولما برضو بيشتموا بعض بنشتم بعض كده بالاب والام، قذف المحصنات بقى والكلام ده كله. ففي ذنوب بنحسها صغيره وهي فعلا كبيره جدا، وذنوب كبيره واحنا بنحسها صغيره. والنقطه كمان برضو هل في ذنوب تانية احنا ما نعرفهاش؟ فدي كلها اسئله بتيجي في بالي، فانا عايز اسمع الرد بقى. طيب كويس، خلينا الاول يعني ندي فرشه وتقسيمه الاول. يعني ايه اللي احنا مامورين بيه؟ احنا علينا واجبات مامور بيها زي الصلوات، الصيام، الزكاه، الامور دي كلها. وعندنا منهيات. والقسم الثالث ذنوب بينك وبين اخوك بقى، بينك وبين العباد. ماشي. نمسك اول حاجه الواجبات. انت كمسلم مامور ببعض الاوامر انك تعملها زي الصلاه. قدر معين، انت مثلا من اول ما بلغت عندك 15 سنه وتوفق الله عندك 60 سنه، خلاص ال 45 سنه دول، 45 سنه دول انت المفروض تروح لربنا عنده انت صليت قدر معين من الصلوات. الصلوات دي لو فائت منك ما صليتهاش فانت لازم تقضيها. ايا كان بقى صوره القضاء اللي اتكلم فيها العلماء بين من قال يقعد يحسب
ويبدا يعني يقضي الصلاه الفائته، او اللي قال لك لا خلاص ما يقضيش الصلوات ولكن يكتر من ايه، من النوافل. مش ده موضع الكلام ده. حاجه زي كده، حاجه زي الصيام. انا بدات اصوم وانا عندي 20 سنه، في 5 سنين فاتوني، 5 سنين في 30 يوم ولا حاجه، احسب معايا، عليك 150 يوم، يلا عيش. الزكوات، عليك زكاه وملك بلغ النصاب والحاجات دي لازم تطلع. لازم الانسان يحسب الاوامر، الحاجات كفارات اليمين، ما دي كلها فرائض. النذر فرائض. الحاجات دي كلها لازم العبد يقعد مع نفسه ويخلصها، ده انت واجب عليك تعمله. فلو عندك خلل في ده لازم تتوب منه وتقضيه. نيجي للنواهي. زي ما انت اتكلمت، النواهي دي منقسمه لكبائر وصغائر، ذنوب كبيره وذنوب صغيره. قيس بقى ده كله ايه، حاجات منقسمه. الذنوب الكبيره معروفه، الكبيره الزنا، السرقه، قذف المحصنات، دي كلها حاجات كبيره الشرع حطها كبيره، يعني ليها حد في الدنيا او ليها وعيد اخروي. يعني ربنا قال فيها عقاب في الاخره او ليها حد في الدنيا، ودي كتير كتير جدا يعني، للاسف يعني. والصغائر اللي هي صغيره في عين الناس، خلاص، من زي ما انت قلت السجاير والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات لو ذنب مكتفي بيني وبين نفسي، بعكس لما اطلع بيه قدام العالم يعني. ودي خلينا نفكر هنتكلم فيها. تالت حاجه، ذنوب بين العبد والعبد، ودي يا عمر المدعكه، دي الحلبه بتاعت يوم القيامه، ده القنطره، دي اللي كله هيقف ومش هيجاوزها غير لما يخلص اللي عليه. انت رايح هناك يوم القيامه، يا اما دائن يا مدين، يا اما انا هاخد في حاجه من حد حسنات، يا اما انا ليا عند حد ليه عندي فانا هروح ادفع. في صنف تالت كده ده مميز، اللي هو هيطلع من هنا على الجنه، ده بقى الناس اللي ايه، ربنا يجعلنا منهم يعني. شهداء. لا، الناس اللي هم 70,000 يدخلون الجنه من غير حساب، مم. حد كده ايه، ولا بيأذي حد ولا حد بيأذيه ومسامح الناس. هنيجي عارف اللي هو حد كده، سبحان الله، فئه كده مميزه، ممكن نتكلم عنها في وقت إن شاء الله. فخليني مش عايز يعني اجي لك الاول للصغائر قبل ما اخش على ذنوب العباد، لان ذنوب العباد فيها 5 نقط محتاجين نفصلهم. اول حاجه الصغائر والكبائر. طيب الكبائر معروفه زي ما انت قلت، من ضمن الحاجات دي قذف المحصنات، ومنتشره جدا 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 بين الشباب، اللي هو السب بالشتم بالاب والام. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اتدرون ما اكبر الكبائر؟ فقالوا: الله ورسوله اعلم. فقال: ان يسب الرجل ابا الرجل، مم. أو قال: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. فقال الصحابة: وكيف يسب الرجل أباه؟ فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. يعني أنا شتمت واحد وأمه فهو ردها لي، فأكني شتمت أبويا أنا، فدي كبيرة. ودلوقتي في مجتمعاتنا لا، ده دوت السلام بتاعنا، ده الهزار. ده الهزار. ما ده كبيرة، كبيرة من الكبائر. وكبيرة من الكبائر ده يعني الكبيرة ديت أصلا من ضمن الأمور بتاعتها اللي هي بتطيش حسنات. الكبيرة بتطيش حسنات. الكبائر دي حاجه مرعبه جدا يعني. انت ربنا قال عنها في القران: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني الواحد لو تجنب كل الكبائر هو عنده فرصه كبيره جدا الصغائر دي كلها تتغفر في صلوات والحاجات دي كلها. لكن الذنب الكبير لوحده ده عايز له توبه خاصه، عايز له درع خاص لوحده. طيب الصغائر ايه مشكلتها؟ اللي انت قلتها، اللي الناس بتستحقرها، بتستهيفها. قال صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. زي احنا دلوقتي عايزين جبنه، وليكن مثلا عايزين نجيب حد يعمل لنا اكل، فكل واحد فينا راح جاب خشبه، خشب 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 لغايه ما حطيناهم كلهم وولعنا. لو انا كنت جبت خشبه لوحدها كانتش هتولع، لكن لما كلنا جمعنا خشب كتير فالنار ولعت فيه، فعرفنا نعمل اكل. هي دي الصغار بالظبط، ان انا بستهيف ذنب واستهيف ذنب بستهيف ذنب لغايه ما كلهم يجتمعوا فيهلكوني. يعني مثال، خلينا نتخيل الصحيفه بتاعتنا، السجل بتاع يوم القيامه. فانا عندي ذنوب صغيره كلها صغيره، شايفها ايه صغيره؟ بصيت على بنتي في الشارع مثلا، خلاص، شخرت الحاجات دي كلها مثلا، ماشي، سجاره في العلن مثلا، يعني مش كل حاجات سر، او حتى سجاره وما بتوبش منها مثلا. دي كلها حاجات صغيره جدا. اجي يوم القيامه في السجل الاقي صغائر كتير، بس الصغائر دي في الميزان عملت ايه؟ تقلت الميزان لغايه ما دخلت النار. فدي صغيره، لا هي صغيره عشان انت استحقرتها. سيدنا عبد الله بن العباس قال: لا صغيره لا كبيره مع الاستغفار، ولا صغيره مع الاصرار. ان الواحد يصر على الصغيره ويتعمدها.
انا عايز اعملها، زي ولد على علاقه ببنت، خلاص. فهو بالنسبه لهم احنا لسه بنتكلم بس بنصحي بعض الفجر يا عم، بيعملوا خير كل حاجه، بص ناس محترمه جدا، وبص ايه، وبيقول لها روحي احضري عند اسلام والدنيا تمام، مش خلاص. بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد لما بدأ يبدأ الصغار بتكبر اهو، الشيطان عامل ايه؟ طب ما نتقابل، تبعت له صور، يبعت لها صور، انت شايف الدنيا عامله ازاي؟ بالظبط. لسه صغار، وهو لسه شايف اللي هو ايه، صغير. ده مش صغير يا حبيبي، ده هيفضل يجر معاك هو صغير لغايه ما توصل لزنا وغيره. بالظبط. وكم من الشباب والحاجات اللي عارفينها بدأ معاه بمجرد رسالة على الواتساب ولا حاجة، وصل بيهم اللي هم للأسف زنوا في كبير، هو ما يتصورش. فالصغيرة بتجر، لو في أسرار معاها بتجر الكبائر للعياذ بالله. فاضل آخر حاجة بقى، أنت عندك إضافة لدول؟ لا، ده انا عندي حاجات كتير على الكلام ده. طب ما نخش قبل ما نخش على عشان ذنوب العباد هتوسع منك قوي. طيب، دلوقتي لما سمعنا ذنب ترك الصلاة او الصلاة الفائتة والكلام ده كله، حسيت ان الموضوع قاسي. يعني ان انا المفروض اصلي مثلا سنة فاتتني، او لو مش سنة فاتتني وخلاص، هناخد بالحكم ان هو خلاص تتوب على اللي فات ده وتبدأ تنتظم مم. في الباقي. دلوقتي انا انتكست، وجيت برضو في الفترة دي مثلا ايه، جيت فترة شهر ما صليتش، ورجعت ابدأ اصلي تاني، ربنا هداني والكلام ده كله. فانا لو انا خدت بالحكم ده وقلت لازم انا اصلي الشهر ده، انا هنتكس تاني ومش هكمل صلاة تاني. فانا حاسس ان الحكم ده قاسي وشديد جدا. ومين اللي استجلب القسوة ديت؟ مين اللي عملها في نفسه؟ معاك. تمام. معاك، بس ان احنا بنقول ان الانسان ضعيف، الانسان بيقع في النقطة دي وانتكس بسبب ذنوبه برضو الجانبية. ما هو الانتكاس بتيجي بسبب ذنوب تانية مختلفة ما هو فبتسبب لك الفكرة كلها الموضوع يا ده. عمر، أيا كان الذنب إلا الصلاة، اكيد. أيا كان إلا الصلاة. اكيد. بس مع الاغراءات انك تتلهي في حاجات كتير، والصحاب برضه في حتة الجامعة بقى، ما فيش حد مثلا من صحابك بيصلي، ما فيش حد من الحاجات دي. فانت بتلاقي نفسك، حتى يعني انا واصحابي كنا ما فيش مثلا في بداية اول سنة تقريبا دي ما كناش بنفوت فرض. خلص الجامعة نروح نصلي ما بين المحاضرات، خدنا البريك ما بين دي ودي ونروح نصلي الجامعة مع بعض ونرجع تاني والكلام ده كله. مم. الترم الجاي اللي بعديه ما قال لنا بقينا يوم ويوم لا، بعد كده حرفيا مبقاش فيه. بقينا لما يجي مثلا نقول يلا، طب انا مستعجل عندي شغل، والتاني يقول مثلا في البيت وكده، ولقينا نفسنا الدنيا تلاهي. وحتى في حياتنا عموما الشغل، لان احنا لسه فترة تيجي الشغل دي علينا جديدة كشباب. فبالنسبة له ان هو مثلا يبقى شغال طول اليوم، فبيبقى صعب ان هو يسيب الشغل ويروح يصلي، ويقول اصلي بالليل، وفي الاخر تتراكم عليه الصلاة فتثقل فما يصليش بالليل. حتى لو جمعهم، يعني أنا فكرة انت ايه، هصلي لما اروح، عارف انت الحتة مم. دي، هصلي لما اروح. فروحت كلت مش ونمت. قادر، كلت ونمت وشفت حاجة كويسة كده، فيلم ولا حاجة، فسرحت معاه ونسيت ونمت. تاني يوم بقى متراكم عليا صلاة امبارح وصلاة النهاردة، و... هكسل وهتعب اكتر، يوم هيجر يوم، يوم هيجر يوم، وهنقع بقى في دوامة زي كده. فده بالنسبة لي، حتة الصلاة دي انا بالنسبة لي صعبة جدا، اكبر يعني. انا بالنسبة لي الصلاة دي اكبر درس انتظام في الحياة. لانك لو عرفت تواظب على الصلاة، انت تبقى انسان منظم، تبقى انسان مواظب على وقتك، وتعرف تقدر وقتك كويس جدا، وتبقى مدرك لوقت يومك. مم. تقدر تقول انا بالليل بعد صلاة العشاء، بعد صلاة المغرب، هتلاقي وقتك اصلا بتظبطه بالطريقة دي. والعكس صحيح، انت لما بتصليش انت مش هتحس مرة واحدة ايه ده، المغرب اذنت، ايه ده العشاء، واليوم هتلاقي طار منك فانت مش مدرك. فالمشكلة دي انا حاسس ان احنا وقعنا فيها كلنا، وبنقع فيها كتير وهنقع فيها كتير، بسبب انا بقول ان احنا طول ما احنا بنعمل ذنوب كتير ربنا بيعاقبنا بالانتكاسة. واكبر كارثة بحسها بقى دي، عارف انت، جحيم الوعي، لما تدرك ان انت في انتكاسة. موضوع بيبقى مؤلم اكتر ما انت في الانتكاسة دي طبيعي، انت بتبقى زعلان، انت خدت يعني، انت بتتعاقب. ايوه ايوه. انت ادركت ان انت بتتعاقب، ادركت ان انت فوتت الملذة بتاعت رضا ربنا عليك، والحياة جميلة، وعارف انت تشم نفسك، جو في خير. مم. عارف انت الهدوء والسلام النفسي لما تفقده،
وتحس ان انت ربنا مش راضي عنك، بحتة ان القبول بتاع الناس بدأ يقل. انت بقيت خلقك ضيق مع الناس. حاجات كتير قوي بتبقى عارف ان دي انتكاسة. وحتة برضو ان انت بتبدأ تستسهل طول ما انت في انتكاسة، تقول الدنيا بايظة، فبتستسهل الذنب. لما انا الاول كنت ببص للبنت واتضايق، لانك بقيت بتبص للبنت وبقيت بتتضايق، اللي انت لو انت فوتت ان انت ما تبصش للبنت بقيت بتتضايق. فاهم؟ يعني انا لو بصيت للبنت الاول كنت بتضايق، وانا في الانتكاسه انا لو ما بصيتش للبنت بتضايق ان هي فاتني الجسم ده. يعني حرفيا يعني حرفيا احنا عارف انت قاعد في القعده كده يقول لك ايه، شفت اللي جاي لابس احمر. فاهم؟ يعني احنا بص، شوف الموضوع بيوصل لايه معانا. مم. ان احنا كلنا حتى في فرحان احنا بقى ايه، احنا عايزين نتجوز. فالشباب برضو المغريات عندهم كتير قوي، حتى البنات اللبس بقى صعب. وبقى هتقول لك بقى راجع ومش عارف ايه. لا، هو انت حضرتك لابسه اصلا كده عشان تعجبي الناس. ما انت لما بتلبسي كويس بتشيك احسن شيك عشان تبقى تعجبي الناس. ودي فطرة فيهم. يعني حتى ربنا لما قال هيكافئهم في الجنة بالزينة، واحنا ربنا لما كافئنا في الجنة بالحور العين. فدي زي ما هما بيعجبوا، دي اكتر حاجة بتعجبنا. مم. يعني وين وين سيتويشن. هم عايزين كده واحنا عايزين كده، فالموضوع صعب. ده اختبار. بالظبط، ده اختبار. وانت بقى عايز بقى اللي يساعدك الصحبة، وعايز ايمانك مع نفسك، وعايز ان انت مع نفسك تواظب على الموضوع ده. فالموضوع ده بيسبب لنا مشاكل والانتكاسة، وبنسرح فيها بقى ويا عالم هتطلع منها انت. صحيح. ولو طلعت قبل ما ربنا يفتكرنا يعني، دي بتبقى حاجة مرعبة. ان انت ترجع تخاف من الموت. يعني انا فاكر ان فترة من الفترات انا ما كنتش خايف من الموت خالص. كنت مستعد جدا بالموت، وكنت بستغرب لصحابي اللي بيخافوا من الموت. دلوقتي انا بقيت بخاف من الموت، لان انا عارف مش مستعد. ان مش مستعد. وفي عداد، في لستة كده كنت، يعني انا كنت بتفاخر بنفسي الاول. يعني كنت بتفاخر ان انا قعدت سنتين كاملين ما بفوتش فرض. عمرها ما فوت. حتى لو كنت يومي ايه هصليهم، يعني اصليهم لحد ما اترزعت على دماغي. اترزعت على دماغي دي بقى بدأت تسحل معايا بقى في حتة ان انت بتكوم صلاتك لحد اخر اليوم تجمعهم. وده كارثة، انا عارف. بس كنت بقعد اقنع نفسي واهون على نفسي ان الموضوع ده بسبب ان انت مشغول، بسبب ان فترة جديدة في حياتك، فترة مختلفة من ناحية الجامعة، من ناحية الشغل. فده طبيعي جدا، ده طبيعي، وربنا يغفر لك. وبتطمن نفسك، شيطانك بيضحك عليك وبيطمنك ان انت الموضوع ده بسيط. ما انت بتصلي، اي نعم بتجمعهم بس بتصلي. فدي مشكلة بنقع فيها، ان احنا بنخفف على نفسنا الذنوب، فبنلاقي ان الموضوع ده عادي. وهكذا بقى، هكذا هكذا، عشان ما استطلش في الموضوع. عيش، رد عليا في الحاجات دي. طيب، خليني الاول اوضح لك. خلينا نقول نجسد للشاب. موضوع الصلاة نبدأ بيه، إن احنا عشان هقول ناخد لك، لا بالترتيب. هقول لك، ما هو ماشي. لا بصدد يتحل بايه، انا ليه بقطع اصلا. صح، ماشي صح. ماشي، نجيب انا قطعت الموضوع من الحاجه، جدره. قطعت الحاجه معينه. صح. نقول ان الانسان او المسلم عامل زي عربيه، والعربيه ديت محتاجه عشان تمشي، محتاجه بنزين وزيت وميه. جميل. خلاص. في اي وقت وانت ماشي على الطريق بعينيك على المؤشر، صح، صح. علشان تلحق تملى تاني بنزين او تمون قبل ما العربيه تقف. لو غفلت لحظه ونسيت والعربيه وقفت فيك وسط الطريق، لازم تعمل ايه؟ هينفع تمشي؟ لا، لازم احط بنزين. لازم تحط بنزين، لازم تشحنها. فهتبدا تدور على اقرب بنزينه تشحن فيها العربيه وتمون فيها العربيه عشان ترجع تمشي تاني. جميل. الانسان بيبدا يصلي عشان حصل له حاله وفاه واحد صاحبه، قلبه رق للتوبه، سمع حاجه فاتشحن، اكيد. البطاريه لمست، فمشي يومين ثلاثه. لو عينيه مش على مؤشر قلبه هتبقى تقف، فيرجع تاني بطل صلاه. جميل. فاحنا بنبطل صلاه ليه او بنبطل ايمانات ليه؟ عشان انا بعدت عن البنزينه بتاعتي. البنزينه دي ربنا قال عنها في سوره الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة الشيء. والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره أمره فرطا. فرط. بص، أنا بعد خبرة أكتر من 14 سنة
في وسط الشباب. ان شاء الله. اللي بيبعد عن البيئة الإيمانية بيقع. صح. طول ما هو ملازم لحد بيقول له يا ابني انت كده ماشي صح او ماشي غلط، هيقع. للنقطة دي عشان أنا وقعت فيها برضه، وناس كتير قوي عارف انا وقعت فيهم. عارف حتة تواجهك كذا حاجة، كل حد ما يشوفك في اهلك، الشيخ عمر، م- الشيخ عمر، انت تعمل نفسك يا شيخ؟ لا انت تربي لي دقنك، لا انت مش عارف ايه. بعد كده بقى قرايبك كل ما يشوفوك يرخموا يكرهوك في كلمة شيخ، ان انت شيخ. وده مجتمعنا عموما يعني. وانت بتبدأ بقى ان هو ايه، طب انا اللي غلط؟ ما انت عارف ان انت مش غلط، بس عقلك بقى يقعد يقول لك كده، طب خلاص مش هربي دقني عشان ما حدش يقول عليا شيخ ومش شيخ ومش عارف ايه، ونخلص من الكلمة دي. وانا مش شيخ ولا حاجة، انا مجرد انسان بأدي الفروض اللي عليا. هو انا عشان بصلي وبصوم رمضان وبصلي التراويح انا بعمل البيسكس يبقى انا كده بس. انا لسه في الحاجات الطبيعيه اللي هي الاساسيه، ايوه ايوه. يعني ما عملتش اي حاجه تاني، فيقول لك شيخ. فاحنا اصلا بعاد جدا، بعاد جدا في النقطه دي. احنا بعاد لدرجه ان احنا فاهمين ان الدين، الصلاه دي تشدد. هي فكره ان انت تبقى مسلم بس فقط انك تبعد عن الحرام وتعمل الحلال، يعني تعمل حاجات ما تغضبش ربنا. ده بس. ده ده المسلم ايه يعني الطبيعي، م- ان هو مش شيخ، ما يتقالش عليه اصلا شيخ، ومش اي حد ياخد اصلا لقب الشيخ. فدي كانت مشكله بتواجه اي حد بيبدا يلتزم جديد، ان حته ان هو يخاف عليه بقى فكر الشيوخ المتعصبه وفكره. وبرضه انا بقول برضه ان الناس دي معذوره، لان التلفزيون يعني ظهرهن، م- وده اللي رسمه في خيالنا. زي فكرة برضو ان احنا مزروع فينا من احنا صغيرين ان اي حد غني اكيد تاجر مخدرات لا اما بتاع سلاح. م- فاحنا اصبحنا احنا عايشين حياتنا بنكبر ان احنا شايفين ان الشيوخ دولت ناس متشددة وناس صعبة، والناس الأغنياء دولت ناس تجار سلاح مخدرات وبتاع ايه وحرام. فاحنا متربيين على الفكرين دولت، فطلعنا ان احنا ما بنسعاش ان احنا ناجحين في الدنيا، ان احنا نعمل فلوس كويسة ونبقى حياتنا ناجحين ونقدر نجيب ان احنا عايزين ونعيش اهلنا واحنا عيشة كريمة. وبرضو بقينا نبعد عن الدين لان احنا خايفين من الشيوخ عشان ما نطلعش شبههم كده وما نطلعش شبه اللي في التلفزيون. وفي نفس الوقت كنا بنواجه بسبب برضو الجهل، كان في جهل عام من زمان، ان الشيوخ في الجامعة. انا قبل كده في شيخ شافني بتوضى ومش عارف كنت بهزر مع واحد، راح مسك ايديا قرصني جامد 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 لدرجة ان انا اتصدمت، انت بتعمل ايه كده معايا؟ م- وسبب لي عقدة. فبعد كده انا لما بدأت اشوف ناس على السوشيال ميديا، ولما قابلتك، انا فاكر اول يوم قابلتك فيه، يا على كمية الراحة النفسية. عارف ان هو ايه، الدنيا لسه فيها خير وشباب كتير قوي قدية بيحضروا هم، يعني يعني مش مفيش حاجة غريبة، يعني دي الدنيا طبيعية. هم ما في إيه اللي كان متصدر لنا ان وجين زي بقى وابعد بقى عن الحاجات دي. لا احنا عرفنا ان الدنيا كويسة لسه. وفي نقطة الجامعة، ان انت برضو بتخاف لما تيجي تصلي وكده، حتة ان انت مختلف، ان انت الناس هتبص لك ايه ده بيصلي، ايه يا جدعان انا بشرب خمرة؟ واحد لو شرب فيب لو بيلف حاجة عادي، حرية شخصية. م- ولو جيت اصلي يقول لك انت بتصلي؟ يا إيه ده؟ ولو قلت بقى لاصحابك بقى مثلا لو هم بعاد شويه وانت قلت لهم يلا نصلي، هيبدا ينتقدوك كده ويحسوك أو يعني يبعدوا عنك ويحسوك ان انت شيخ بقى ويقعد ينصحني بقى ومش هيقعد ينصحني فدي بنقع فيها. يعني دي مشكله بتواجهنا في المجتمع اللي حوالينا، دي مشكله كبيره. م- وهي دي اللي بتأثر علينا، اللي بتخلينا نبعد عن الصحبة الصالحة، لأن احنا بنحس إن الصحبة الصالحة دي مش مواكبة الترندات، مش مواكبة السوشيال ميديا. عارف انت بيتقال على مصطلح النرم. م- انت عارف انت دمك تقيل، انت بتعرفش تهزر، بتعرفش تفهم الإفيه. م- فبتبدأ تنفر عن الناس دي وتروح للناس ان هي بتضحكك، الناس بتبسطك، الناس اللي تحسها واكلة الدنيا. فدي برضو مشكلة بتأثر علينا، انه كل المجتمع اللي حواليك هتحس ان كل المجتمع اللي حواليك ضدك، اهلك، صحابك، الناس بشكل عام، كل ده ضدك. فده بيسببك ان انت تبعد عن الصحبة الصالحة. يعني ده اكتر حاجة اصلا بعدتني عن الصحبة الصالحة انا كعمر. او لما حسيت ان انا بعدت يعني قليل قوي اللي بينصحني والقليل قوي اللي يقول لي يلا نروح والكلام ده كله.
انا حسيتهم كده. حسيت نفسي ان اول حاجه عيلتي مش كلها بصراحه، يعني كان في اللي بيساندني جدا ويدفع ارقام خزعبليه في الخير والكلام ده كله، ويقول لي روح طلع وروح اعمل ويشجعني والكلام ده كله. فده كان بيساندني وربنا يجازيه خير يا رب كلهم. وفي بقى اللي كان بيقطم، واللي كان بيكسر مقاديفي ويقول لك يخوفك من النقطه دي ويحسسك انت ماشي غلط، فيبدأ نقطة ورا نقطة ورا نقطة. عارف انا لو كل يوم كل ما اقول لك كل ما اشوفك اقول لك عمر ده وحش، لا انا عارف عمر كويس، عمر مش وحش. عمر ده وحش، اليوم اللي بعده لا، التالت، الرابع، الخامس، زن على الودان امر من السحر. فانت اتأثرت ان عمر فعلا وحش، وهتبدأ غصب عنك بتكره عمر وبتبعد عن عمر وبتنفر من عمر، لانك خلاص انت خلاص اتزرع في دماغك كده. فهي نفس الفكرة. انا حاسس ان المجتمع كله بيبقى ضدي، وعشان كده ببعد عن الصحبة الصالحة، وعشان كده بنتكس، وعشان كده بيحصل لي الكلام ده كله. فانا عايز اعرف ايه الحل، لان برضو مشكلة اللي داخل دين جديد، او اللي يعني انا شايف ان هو بيبقى اول مرة يقرب من ربنا، بحيث ده داخل دين جديد هو حرفيا بيكتشف لسه حياته. هو كان اصلا انا كنت فاكر ان طالما بقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله انا داخل الجنة، انا كده مسلم. انت فاهمني؟ فانا عايز اعرف دلوقتي انا لو يعني اعمل ايه عشان اللي داخلين جداد في الدين اللي انا بقولك عليه، بحسهم يعني بياخدوا حماس بزياده، فبيبدا يضعف. ان هو بيجيب اخر النفس بتاع بسرعه، ان هو داخل بكل قوته فبيفصل بسرعه، حرق نفسه، صحيح. بيقع بسرعه. وفي نفس الوقت ده خلاص يعني انا حسيت ان انا كده لو كملت هواجه المشكله دي، وهيحصل لي ان انا بقولك عليه. فانا عايز حل للموضوع ده. طرقنا لحاجات تانية وكنا بنتكلم في حاجة تانية. طيب خليني أقول لك بس يعني النصيحة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها، عليه السلام. قال إن هذا الدين متين. بالنسبة لواحد يخش بسرعة قوي وما يكملش، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. يعني يوم ما تخش تحب تتعرف على دينك فبالراحة، صح. لأن الحماسة الزيادة بتطلع نماذج بتسيء للدين أو تبعد. فاللي انت النماذج اللي اتكلمت عنها هي نماذج عندها بصورة ما جهل من الدين، فبينفروا زي اللي قرصك ده، هو مش فاهم، ده ما كانش ينفع يحصل خلاص، فهو بينفر بصورة ما. فنصيحة أولية، دخلت الدين ابدأ امشي مع نفسك واحدة واحدة. يكفيك كمسلم تقيم فروضك خلاص، وتحسن بتاكل الحلال، وتبر أبوك وأمك، وتصل رحمك خلاص، وتبعد عن الحرام. انت كده ايه تمام. ولو وقعت في الحرام تتوب، دي خطة بسيطة جدا. وقعت توب. طب وقعت كتير، توب كتير لحد انت قابل ربنا بس. طب ما انا هزهق وامل من نفسي، ما تزهقش. طب ما انا كده ما ينفعش ربنا يشوفني بعصيه، لا عادي، هو الهك ويعلم ما بيك، توب. فلو انت دخلت بالحاجات دي المبدئيه، انت خلاص كده على الطريق، هترتاح، لان القليل الدائم دوت هيستمر، وربنا يحب القليل الدائم سبحانه وتعالى. دي اول نقطه. نقطه تانية، مشكله الناس، مشكلتنا ان احنا بنحط الناس اكبر من حجمهم. صح. حسن البصري كان بيقول، حد ما كان بيقول له الناس والناس 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 والناس، فقال لهم مالي وللناس، مالي الناس، كنت في بطن امي وحدي، وسادخل القبر وحدي، وسأحاسب وحدي، وسأدخل الجنة أو النار وحدي، فمالي وللناس. محدش ينفع حد، جميل. محدش ينفع حد. الإنسان لو ما يعني كل نفس بما كسبت رهينة، أنا اللي هتسأل، أنا اللي هفضل ربنا لوحدي، أنا اللي هدخل قبر، مفيش حد هياخد ضمة القبر غير أنا. مفيش حد لو أنا دخلت نار هيخش بدالي يقول عنك أنت. ده أشد الناس وأقرب الناس هيقولوا نفسي نفسي. صح. الأنبياء قالوا نفسي نفسي. ربنا قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأمه وأبي. وأبيه وصاحبته وبنيه، دول درجة أولى، ويقولوا نفسي نفسي. ربنا قال لي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يغني. يعني أنت خليك في حالك دلوقتي، أنا أهتم بنفسي، أبني نفسي أولا، أستقيم على الخطة اللي قلنا عليها،
ثم بعد ذلك ابدا اشوف الناس بتقول ايه. فلان وحش، هو عاملني انا وحش؟ لا هو وحش، معلش انا ما بحكمش من غير ما اتعامل، بشوف بسمع. ربنا ادانا سمع وبصر عشان وحواس ادراك عشان ندرك الامور ونفهم. والقران ايات كتير فيه جدا، لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون، لعلهم يبصرون. الانسان يعني الانسان محتاج ان هو يفهم ايه اللي جاي له. صح. مفيش لعلهم يبصرون اعتقد، بشيلها. طيب ايه النقطه الثالثه كده؟ يبقى الناس والحته دي ايه الحاجه الثالثه؟ آه، الصحاب وبصة الناس. انت مع اصحابك في الجامعة، انت هيبدأوا يشوفوك انت غريب عنهم لما انت تقول لهم يلا نصلي يلا مش عارف ايه. احنا اتكلمنا عنها في حته في الناس دي. طيب ماشي. ففكره الصحاب اللي هم هيحكموا عليا فيكون هم اللي يخلوني اخد القرار اقرب ولا لا. هو الطبيعي ان انت في الجامعه بتصلي، الطبيعي المسلم بيصلي. فانت لو صدقني لو احسنت من الاول اختيار صحابك مش هتلاقي الكلام ده منهم. مشكلتنا ان احنا بنختار الصحاب بالبريق. يعني الصاحب ده دمه خفيف فصاحبه عشان دمه خفيف، الصاحب ده معاه فلوس صاحبه عشان معاه فلوس، الصاحب ده روش ومن جنبه بنات فصاحبه عشان البنات مش عشان هو. النبي اصلا قال لك ايه؟ المرء على دين خليله. يعني قصده ايه صلى الله عليه وسلم؟ صح. اختار الصاحب اللي عنده دين. الصاحب عنده دين ده هو اللي يقول لك ايه؟ لما ما تصليش ما تصليش ليه يا عمر؟ ما تصليش ليه يا ابني؟ طب ما تيجي نصلي. لكن انا ما اروحش واحد ما بيصليش وقلت تعالى نصلي، ما هينتقدني. حتى لو ما جاش صلى معايا مش هيقول خير او يصمت، ده هيعمل ايه؟ ده هيقول شر. يقول لي يا عم انت هتستشيخ لنا فيها في ايه مم. يا عم؟ مع ان ده العادي يعني. بالظبط. فالاول الانسان لو اختار صحبته صح مش هيسمع الكلام ده. يعني ايه؟ يعني الصحبه اللي تلاقيها ما بيجيش منها خير خلي بالك منه، السلام عليكم. وصدقني ده من اهم الحاجات اللي لازم تعملها، ان انت لازم تهجر الباب اللي بيجي لك منه الريح. عارف كلمه ست وستك؟ الباب اللي يجي لك منه الريح. سد واستريح. ايا كان باب ده، باب شغل بيجيب لي مشاكل، باب علاقات مع اصحاب بيجيب لي حاجه نفسيه، بيجيب لي تروما، خلاص مع السلامه يا عم، بيني وبينكم السلام عليكم. وركز احرص. النبي مثلا قال في الحديث احرص على ما ينفعك، قاعده عامه في كل حاجه. اللي ينفعك، مين اللي ينفعك؟ دول يبقى معاهم، مش هينفعوني اسيبهم. وعشان ما ننساش برضو الحتة بتاعت ذنوب العباد، عايزين نرجع لها عشان نكون خلصنا كل نقطة فتحناها نتكلم فيها ونقفلها. طيب ذنوب العباد دي زي ما قلت لك دي المعركه الكبرى. قنطرة. المعركه الكبرى. بص يا عمر عشان تبقى عارف، ديننا عشان ده مفهوم خاطئ عند كتير من المسلمين. ديننا منقسم لحاجتين او لشقين: شق العبوديه وشق المعامله. ومأمور منك كمسلم تحسن في الاثنين، في العبوديه وفي المعامله. فاللي يحسن في العبوديه ويسيء في المعامله في النار، واللي يحسن في المعامله ويسيء في العبوديه في النار. انا عايز اقول لك النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما بيضرب امثله عقليه عجيبه صلى الله صلى الله عليه وسلم. في يوم قعد مع الصحابه قال لهم اتدرون من المفلس؟ مين المفلس؟ فقالوا المفلس فينا من ليس عنده متاع ولا دينار. وده كلنا نتفق فيها. الصحابه غلطوا؟ لا ده بجد، لا صح. ده المفهوم اللي عندنا في حياتنا، ان المفلس اللي معهوش فلوس ولا ايه ولا متاع بقى من اكل وشرب ولبس والحاجات دي كلها. بالظبط. فالنبي حب يقول لهم لا لا انا ما اقصدش ده، صح المفهوم. قال المفلس من امتي هناك من ياتي بحسنات امثال الجبال. تخيل كده عمر خارج من قبره سجله مليان حسنات امثال الجبال. ده يا سعد وهناه، بس كان عنده مشكله اللي هو ايه؟ احسن في شق العبوديه بس. وياتي وقد سب هذا وقذف هذا وظلم هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا. ايه اللي يحصل؟ هو عدى يجي عند حته قبل الجنه اسمها القنطره، اقف. ايه في ايه؟ انت شتمتني، انت اغتبتني، انت نميت عليا، انت خدت مالي، انت خنتني في بيتي، انت. طب ايه الحل؟ هات حسنات. هات حسنات. يقعد ياخد حسنات. طب واحد قال له معيش حسنات تاني، قال له لا عندي شويه سيئات خدهم. فيتعبى سيئات. فبعد ما كان خارج وهو يا سعد وهناه ده انا جايب جبال حسنات، فجأة لنفسه ايه؟ بقى عنده سيئات. فجأة لنفسه فين؟ قال صلى الله عليه وسلم ايه؟ فيأخذ من حسناتي وحسناتي حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم
فطرحت عليه فطرح في النار. والله موقف مرعب. خارج مبسوط، اول ما اجي عند القنطره اطلع مفلس. ده المسكين زي واحد سمع النتيجه فلان طالع الاول على الدفعه فقلب الدنيا، فجاه قال له بعد اذنك تصحيح، ده كان في تشابه اسماء، انت عايد السنه. فذنوب العباد منقسمه ل5 اقسام. القسم الاول ما كان في المال. القسم الثاني ما كان في النفس. القسم الثالث ما كان في العرض. القسم الرابع ما كان في الحرمة. القسم الخامس ما كان في الدين. ودول 5 بص معارك. ما كان في المال، لو حد ليه عندك فلوس وما رجعتهالوش مش هتخش الجنة الا لما ترجعها له، وهناك حسنات، فرجعها في الدنيا احسن لك. عشان كده في كل صلاة جنازة بالظبط. لو حد ليه عنده دين فلوس ما بتخلص. دين يتواصل معاه. ده استنى بس انا لسه ما قلتش حاجه. الشباب اللي بياخدوا فلوس الدروس من ابوهم مم. ولغايه دلوقتي ما استحلش ابوه، يروح لابوه يقول له يا حاج انا كنت باخد منك فلوس وبعمل ايه؟ والفلوس ديت كنت بستخدمها، ممكن تسامحني؟ ايه ده، هو ممكن الاب والام يقفوا للناس على القنطره؟ يا ابني بقول لك اكيد. فاذا الصاخه ابوك أيوة. وامك هيقفوا لك. فلازم تروح للحاج. فلوس الدروس، فلوس خدتها برشوه من حد، فلوس خدتها حرام، كلت مال يتيم، اخوك مات فورثت، خدت انت بقيت الوصي على اولاده فرحت خدتها. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فكل واحد يفتش في دفاتره، انا مين اللي عندي فلوس؟ حاجه تانية يا عم عمر، اللي راح يشتري لي في المقله لب ولا حاجه وطول ما هو قاعد شغال ياكل والراجل مش مسامع بتاع المقله، ابشر يا حبيب قلبي هتلاقيه مستنيك على القنطره. رحت تجيب فاكهه، رحت فاتح لك استفندية ولا حاجه وشغال تاكل والراجل مش مسامح، ما استحلتوش. التجربه. اذكر في مره بنت تقول لي يا شيخ انا عندي مشكله. قلت لها ايه؟ قالت لي انا كنت بروح زمان بقى كارفور الحاجات دي كلها كان لسه في الكليبس اللي هو بتاع اللي بيصفر ده، كانت بتخش البراند تجيب لبس تحط شنطتها وتمشي. سرقه سرقه. تقول لي اعمل ايه؟ قلت لها دي مظالم لازم ترجع. طب اعمل ايه؟ قلت لها اللبس ده كله قدري ثمنه كام وشوفي اي حساب بنكي ليهم وحولي لهم فلوس، لكن يوم القيامه مش هتخش الجنه غير لما الموضوع يعدي. ده في المال باختصار والحدق يفهم. حاجه تانية ما كان في النفس. نفس دي بقى مهلكه. انت مثلا شاب شاف واحد في الشارع فراح ضربه، افترى عليه، ما سامحوش، يوم القيامه يقف له. ودي كلمه معلش وايه وهتبقى ثقيله في الحلقه يا عمر. كل اب ضرب اولاده من غير وجه حق، الولد هيستناك يوم القيامه وهياخد منك حق. بس انا ابوه، على راسي اللي انت ابوه، بس مش معنى ان انت ابوه انك تفتري عليه وتضربه من غير وجه حق، حرام. ابن القيم قال في تحفة المولود ان ربنا سبحانه وتعالى سيسأل الوالد قبل الولد. مم. فكل اب وام ضربوا عيالهم قبل من غير وجه حق، من غير مبرر شرعي. وبعدين حتى الضرب الشرعي ما بيجيبش علامات. ده احنا بنسمع حاجات ام مسكت مكوى ضربت بيها الولد، ما اعرفش فازه كسرت عليه فتحت له دماغه. ايوه بيحصل. ده كله لو الواد ما سامحش، دي تسأل كل اب وام لو حد شاف الكلام ده، لو ما سامحوش فحضرتك والله ما هتعدي مع القنطره من العيال تسامح. ما عادي ابني هيسامحني، ابشري هيغفلك، مش هيسامح. كل زوج ضرب زوجته من غير وجه حق، والضرب اللي ربنا قال عليه في القرآن مش هو اللي الازواج بيعملوه. تعال بقى تخيل زوجتك قد ايه ما سامحتكش. فاحنا قعدنا نتكلم على حقوق النفس، كل واحد ظلم حد وافترى عليه واذاه، الخناقات اللي بتحصل في الشارع وتلاقي واحد ملوش ذنب وتاخد ضربته، الحاجات بقى من الطار والحاجات اللي في الارياف، الحاجات دي كلها يوم القيامه ده مرعب يا عمر، مرعب ذنوب النفس دي. فكل واحد اذى حد يعمل ايه؟ استحله. اللي ليه مظلمه عند حد افترى على حد استحله، علشان هناك مفيش غير حسنات والسيئات. رقم 3 العرض، الغيبه، النميمه، البهتان، السب، الشتم، قذف المحصنات، دي كلها حاجات ايه ما بتعديش. يعني ايه غيبه؟ الغيبه قال صلى الله عليه وسلم ان تذكر اخاك بما يكره. فقال الصحابي رضي الله عنه ارايت رسول الله ان كان في اخي ما اقول؟
ما دي المشكله، ما دي غيبه. يعني يا حبيبي انت لو اللي انت بتقوله ده مش فيه، ده اسمه بهتان، ده اعلى من الغيبه. صح ده مصيبه لوحدها. صح. خلاص، لو حاجه في العرض فاسمه افك، ان الذين جاءوا بالافك، اللي انت تتكلم في عرض واحده تتهمها بالزنا وهي مش في، ده درجه اعلى من البهتان والغيبه. فالغيبه دي شوف كل واحد اتكلم قد ايه، والغيبه ديت لو قعدنا ممكن نعمل لها درس لوحده، نعمل لها لا الغيبه دي لوحدها موال. الناس ده الاشاره غيبه، التريقه على الجسم غيبه، الحكاوي بتاعت الاسريه، ماما بتحكي لخالته، خالته بتحكي لماما، البنات اللي متجوزين بتحكي لاختها، اصلا انا بحكي اسرار بيتي، ما دي غيبه. هو جوزك سمح لك بكده؟ بحكي لماما، هي عشان ماما تبقى مش غيبه؟ لا، ده بيت امانه مجلس، بيت ما ينفعش تخرج اسرارك لوالدتك. زوجك ايه مش قال ده، مش عارف انا فتحت مننا جامد قوي. البهتان انك تتبلى على حد، الكذب تكذب على حد، السب والشتم، قذف المحصنات، دي كلها حاجات يا عمر مش هتعدي. يعني الشباب لما يقولوا البت دي شمال، اسف في اللفظ يعني، هي البت دي هتعدي لما انت تتكلم عليها وتشوه سمعتها؟ فالغيبه دي موال كبير قوي 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 قوي. والنميمه، النميمه اللي انت توقع بالاثنين، شوف كم واحد بقى بيوقع. والحاجات دي بين النساء ما شاء الله يعني، توقيع، النفسنه، فتلاقي بقى ايه، القنطره مليانه. رقم 4، انا بحاول اتجاوز بسرعه يعني. رقم 4، ما كان فيه ايه، الحرمه. مم. تخيل معايا كده، واحد سافر، وللاسف يعني دي حاجات دارجه، واخوه موجود، فلف على مرات اخوه، فيعلق لها لواء اسمه الغدر. شاب ليه صاحب دخلوا بيته وامنوا على بيته، فهو امنه على بيته واثق فيه، خانه مع اخته. سيبك من اخته عملت ايه وهي عليها ايه، هو خان اخوه اللي واثق فيه. مم. اخ بيبعت فلوس من بره لاخوه، يقول له الفلوس دي لاولادي، بياخدها او بيقص منها، خيانه. دي كلها حاجات مش هتعدي، اكيد طبعا. حاجات مش هتعدي خالص. اخر حاجه ودي من اصعب الحاجات، ودي مهمه برضه عشان ترجع دلوقتي على الساحه، ما كان في الدين. كل واحد كفروه او فسقوه او بدعوه هتتسأل، ما هو مسلم. لما تقول الداعيه الفلاني ده مبتدع، اهلا وسهلا بيك، الداعيه ده مسلم، عندك نقد علمي، تعال اتكلم، قول والله هو اخطا كذا في العلم والراس صح كذا، ده مش حاجه. لكن مال دينه، تتكلم في دينه اللي تقول ده فلان ده كذا، ده فلان ده اهله كذا، ده فلان ده كذا، ليه؟ ما ده مسلم. ومش عايز اذكر اسماء ناس، بس ليه داعيه عشان عنده بعض الاخطاء تكفره؟ ليه تكفر المسلم؟ ليه احنا النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن كده، نهانا ان الانسان يكفر اخوه المسلم. من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهم. بالظبط. بل النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله في مره ذي الخويصره وقال له يا محمد، ده واحد من الخوارج، اعدل، فقال خبت وخسرت، او في روايه خبت وخسرت وان لم اعدل. فسيدنا خالد بن وليد، وبص الحوار اللي حصل بين سيدنا خالد والنبي عليه الصلاه والسلام، فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم، لان قال كلمه فظيعه، فقال لعله يصلي. بص النبي بيرد يقول ايه، لعله يصلي، يعني عنده من الايمان ما يدفع به شبهه الكفر. فقال لعله يصلي. فقال خالد فكم من مصلي وليس في قلبه ايمان. فالنبي قال له ايه، النبي قال له اني لم امر ان ايه، ان اشق عما في بطون الناس، انا ما امرتش ان انا اخش اشوف ايه اللي في السر عندك، انا ليا بالظاهر. فيا شباب اللي يظهر ليك قدامك ان هو مسلم فهو مسلم. مالكش تقول كده ما دام هو حسن اسلامه. عندك نقد علمي، انتقد وقول ده اخطا في مساله كذا كذا، لان دي دلوقتي السوشيال ميديا بقت مرعبه، وكله شغال يشتم في كله وكل، طب ليه؟ طب ما القنطره موجوده عشان كده. فدول 5 انواع يا عمر سريعا من ذنوب العباد مهلكين، لازم كل واحد يفتش. فالامام الغزالي في منهاج العابدين بيقول فان عجزت، لان عجزت عن الحاجات دي كلها انت، يعني مثلا المال ترجعه لاصحابه زي ما احنا قلنا، النفس تستبرأه وتستحله، او تخليه انا تروح تقول له ايه اضربني زي ما ضربتك، ده الكفار. الغيبه تروح تقول له، يعني مثلا 5 6 في مجلس اتكلموا عن واحد، يروح الواحد ده يحسن صوره اللي اتكلموا عنه، طب ما او يروح يقول له ايه سامحني، طب ما ينفعش ده كله، يطلع صدقه عنه ويستغفر له، وهكذا. ولو عجزت عن كل حاجه فادعي ربنا وكتر حسنات. اكتر حسنات ليه؟ ان شاء الله تاخد حاجه منك. هتاخد منك.
تخيلنا كده ألف من الناس وب، فألف جاي ب1,000,000 حسنة، وب جاي ماشي ليه عنده 500، فلما ياخد منه 500 هيبقى ايه؟ 500,000 يدخلوه. لكن تخيل لو خد منه ال1,000,000 راح. صح. فالإنسان يخلي باله من الذنوب اللي بينه وبين العباد. ربنا سبحانه وتعالى خلاص ممكن يشفع لحد، بس الإمام الغزالي قال في منهاج العابدين، في منهاج العابدين قال ولا حكم. يعني ولا حكم يعني ربنا يشفع، بس ممكن الشخص يقول لا يا رب انا عايز اخد حقي، صح. ظلمني وعايز اخد حقي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سايب ذنوب العباد بينكم بعضكم، يسامح سبحانه وتعالى فيما بينه وبين البشر ويغفر، لكن بينك وبين العبد زيك اصطفوا مع بعض. فعلا في النقطة دي، يعني أنا من كام يوم كنا بنتمشى أنا وصاحبي بعد الفجر، وولية عادي ماشية ست فضيلة كده ماشية ورايحة تركب أتوبيس، وهي رايحة، هو مش واخد باله هي رايحة فين، بس بيقول لي شايف لسه راجعة. هو لسه راجعة منين؟ قال لسه راجعة من الشغلة بتاعتها. قلت له أنت عارف هي شغالة ايه؟ قال لي يا عم دي لسه راجعة لما رايحة. قلت له في يا ابني رايحة شغلها عادي، يعني واحدة نازلة ايه اللي هينزل حد من بيته الساعة 6 الصبح؟ ما أكيد راح يشقى ويأكل ولاده والكلام ده كله. فهو لا 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 أنا عارف. وهي ما كانتش باين عليها حاجة بصراحة، يعني الناس، في ناس بتبان عليها هي كده يعني، وربنا يهديهم. حتى لو باين عليها. ده مش مبرر، اه هو ده بالظبط. مش مبرر، مم. بس انا بتكلم ان هو ليه تقول كده. فبيستسهلوا الموضوع جدا. جدا. وبرضه نقطة، آه، حاجة مخيفة برضه في حتة القنطرة، ان انا وانا صغير ياما اتخانقت مع ناس وضربتهم، وياما، اصل انا برضه وانا صغير كان حجمي اكبر من صحابي شوية، فانا كنت مفتري. يعني ربنا يهديني ويسامحني على الحوار ده. يعني ربنا يسامحني واللي تعرفه منهم بقى وبحسن روح قول له. بحسن كل علاقاتي مع اي صحابي عشان الموضوع ده، يعني بحاول اصالحهم. وفي ناس اصلا وصلت لمرحله ان هو ايه يعني اجي اهزر معاهم، ما تهزرش انت هزارك تقيل. ما لكش دعوه، بتخشش انت بعد اذنك عشان انت هزارك تقيل. ف الناس زي كده انت مش فاكر، من كتر ما انت كان الموضوع بالنسبه لك عاده، انت مش فاكر انت ظلمت مين، مش فاكر انت اذيت بتستحل مين. بصورة عامة، انت مش فاكر. تتصدق فالموضوع ده بقى بالنسبه لي مرعب، ان انت مش فاكر انت اغتبت مين، مش فاكر انت قلت على مين دي كذا وكذا وكذا وكذا، مش فاكر انت مسكت حد وطلعت عينه وعملت له عقدة في حياته. انت مش فاكر الناس دي كلها، انت ممكن اصلا تكون كلمة سببت فيها عقدة لحد وانت مش بالظبط واخد بالك. للأسف. ويفضل بقى طول عمره على كده، زي اللي بيقول كلمة ممكن يخلي حد ينتكس بيها او يبعد بيها عن ربنا، ان هو زي كلمة انت تستشيخ فيها، انت تعملها شيخ مش عارف ايه. فممكن حاجة زي كده ممكن ما يحسش بيها يسبب له مشاكل كتير جدا. صحيح. ف بشوفها بصراحة يعني الناس محتاجة تدرك، هو يا الواحد تهد يا عجز، تبنيه. عجزت معاه، يبقى قدامه حلين: يكتر حسنات كده كده انت هتاخد منك، وقول يا رب مثلا ادي 200 جنيه، ادي 100 جنيه، يا رب على كل واحد اختبته، وكل فتره اعمل كده. انت بتعمل ايه في المضمون؟ عشان انا ما اعرفش انا ايه اللي يحصل للاسف، وتستغفر. ان مثلا كان من دعاء ايه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، وكل ذلك عندي، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. فادعي مم. يا رب اللي انا اعرفه واللي ما اعرفوش، هو يحصي سبحانه وتعالى. بس الموقف عظيم يعني، فمحتاج الواحد يدرك يعني. ده لسه ولا بس طارت. اه نقطة الناس، ان انا مش هعرف اخش اكلمهم مثلا، حتى لو بنت اقول لها اختبتك، فانا اخش الاقي انا قلت عليك كذا كذا. واكيد برضو ما انا لو قلت لها كده ده هتسوق الموضوع اكتر، وهيحصل بقى هي اللي تغتاب دي اصلا، بالظبط. إنها جه قال عليا كده هو ومش الامام عارف ايه الغزالي وبتاع. اتكلم على موضوع الحرمه ده، اللي انا لو رحت استحليت حد في حاجه زي العرض والحاجات دي كلها ممكن ايه يحصل فتنه. فقال لك فان عجزت او خفت الامر دوت فعليك ايه؟ بتكثير حسناتك والتضرع الى الله جل وعلا والابتهال لان يرضيه عنك، وتصدق عنه، استغفر لي. مش حل غير كده، لان انا هيعمل فتنه. يعني واحد يكتب خالته فيروح يقول لها هيحصل، فلا طبعا لازم يحسب المصلحه والمفسده عشان ما الموضوع ما يكبرش منه، وهكذا بالظبط. بس. طيب، احنا دلوقتي اتكلمنا عن التوبة والكلام ده كله. عايز اعرف ايه اللي بيخليني بعد ما بتوب، وحتى لو توبة صادقة، حتى لو انا تبت ربنا بجد وبقلبي وفعلا بالفعل وبالقول، في الاخر ارجع انتكس تاني. ايه الحاجات اللي بتخليني ارجع انتكس، وفي نفس الوقت
بتخليني بعد ما خدت الحماس ان انا تبت ربنا والكلام ده كله، بعد فترة ولا كأني في اي حاجة. نفس موضوع فكرة ان انا لما اخش رمضان هبدأ اصلي واحافظ على الصلوات واقرأ قرآن كل يوم والتراويح والسنن والكلام ده كله، وهاجي في الاخر في نص رمضان او في ربع رمضان انتكس، وفي الاخر اخرج من رمضان كأني ما دخلتش اصلا بأي حاجة. طب كويس جدا. خلينا يعني نقسمها شويه. جميل. اول حاجه، ليه برجع؟ عشان انا ما تبت الصح. من ضمن اكتر الحاجات يا عمر اللي الواحد بيقع فيها وبتخليه يقع، انه بيسيب الباب موارب. جميل. هو سايب باب المعصيه، هو تاب وندم وكل حاجه، بس لسه المعصيه لها حظ في نفسه، فساب الباب بتاعها موارب، فسهل عليه اللي يرجع تاني. يعني هو مثلا على علاقه ببنت، وقال خلاص هفصل الحاجات دي كلها، فعمل، قال لها خلاص وقطع كلها، عمل بلوكات الا الواتساب بيشوف الستوري بتاعتها، بيقول لك انا ما بعملش حاجه حرام كده، وتوتو ما بقتش اكلمها، بس هو لسه سايب خيط، الخيط ده هيجيبه، صح. الخيط ده هيجيبه. عارف ان هو يعني لو بيتفرج على اباحيه، خلاص فتعمل اباحيه وكل حاجه، الا انه لسه بيقعد لوحده، لا موارب، ما ينفعش تقعد لوحدك في الفتره الاوليه، في فتره الوقايه ديت والنقاء دي، لا ما تقعدش لوحدك، لا هتضعف لوحدك هتقع. ففكره الباب موارب بيعكر صف التوبه، بتكون فيها مشكله. لا من الاخر كده التوبه يعني تقفل الباب بالضبه والمفتاح، تقطع كل الوسائل اللي بتفضيك للذنب. انا عارف ان انا بنزل الجامعه ببص على بنات وما بعرفش اسيطر على نفسي، خلاص انزل على وقت المحاضره بالظبط والزم نفسك مشوار بعد المحاضره بالظبط، ما بقدرش. يعني مش عايز اقول لك ما تروحش، بس يعني انت اضرب نفسك. امم. بس لو مروحك هيخليك تشيل ذنوب، فوالله قعدتك بتحسن. ما انتش عارف، لانه نازل لبنات اصلا، انت مش نازل عشان تتعلم. الناس عشان اتعلم هي عارف هو هيعمل ايه. فيس على كده، واحد عارف ان هو لو لعب حجز كوره مع ناس معينين مش خلاص بيعمل ايه، بيقعدوا يسبوا ويشتموا، ما تروحش حجز الكوره. طب عايز انت تمنعني من الكوره؟ ما بمنعكش، انا بمنعك من المعصيه اللي انت بتعملها. هتسيطر على نفسك، خلاص روح. طب مش هتسيطر، ما تروحش، ما انت هتقع لسه، انت ده خيط من الحاجات دي. فانت لازم لما تتوب توبه نصوح تقطع كل الاسباب اللي بتوقعك في معصيه تانيه. دي اول حاجه. تاني حاجه، محتاجين ننزع عن نفسنا وهم العصمه. انت هتقع، كل ابن ادم خطاء، هتقع. النبي عليه الصلاه والسلام حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني والبيهقي قال: ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، او ذنب هو قائم عليه لا يفارقه حتى يخرج من الدنيا. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. يعني ايه الكلام الجميل ده بقى؟ صلوا على النبي عليه صلى الصلاة الله. والسلام. قال: ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. يعني ذنب يعمله وبعد كده يتوب منه، بعد كده يضعف ويعمله تاني. او ذنب هو قام عليه يعني بيعمله متعمد، لا، هو كل شويه ما هوش غيره، مش بيروح ويجي، لا ده هو يقعد فتره عليه وبعد كده استغفر الله العظيم ويقعد تاني ويضعف. طب النبي علل ده كله بايه؟ قال: ان المؤمن خلق مفتنا، يعني مفتنا مختبرا كثير اختبار. طب لو الاختبار في ايه؟ نجاح وسقوط، صح؟ فانا لو نجحت خلاص الحمد لله. طب لو وقعت، يعني وقعت في الذنب، اعمل ايه؟ تاخد الحاجه التانيه، مفتنا ايه؟ توابا، يعني كثير التوبه. طب بعد ما تبت ايه اللي يطرأ عليا؟ النسيان، فقال نسيا. فلما ينسى ايه اللي يحصل؟ يشتاق للذنب، فيعمل ايه؟ مفتنا، يقع تاني، بعد كده يعمل ايه؟ يتوب. فانت لو عملتها كدايره كده، وقعت، تبت، نسيت، وقعت، فتبت، وهكذا. افضل ماشي في الدايره دي لغايه امتى؟ لغايه ما اقابل ربنا. وهسألك سؤال يا عمر، أيهم أفضل؟ ومين اللي ربنا يحبه؟ الشخصين اللي أقول لك عليهم دول، شخص كل لما يقع يتوب، يقع يتوب، يقع يتوب، وشخص لما يقع يقول زهقت ويقع تاني، زهقت ويقع تاني. أي صحيفة من دول ربنا يحبها؟ أكيد الشخص الأول. ليه؟
لأن كل ما بيغلط بيرجع يتوب. بيحاول بيجاهد، فربنا شايفه صادق. الصادق بيحاول. التاني دوت بتاع مصلحته، جه ربنا جرب، يا رب تبت، ايه ده وقعت تاني، يبقى شكلك مش عاوزني يا رب، وسابه ومشي. شفت الباب ده؟ حد من الناس بره الشباب بتوع الاستوديو، فجم خبطوا، خبط مره، ايه ده شكله مش عايزني جوه، وراح مشي. التاني جه خبط مره، خبط تانية، خبط تالت، قال لك طب بص انا قاعد بره مستني ما تفتح. مين فيهم الصادق؟ مستني. احنا كده بنيجي لربنا، يا رب اغفر لي، ايه ده ما غفرتليش، يا رب تب عليا من البنات، ايه ده ما تبش عليا، ويسيب ويمشي. لكن ربنا يحب الصادق اللي بيلزم الباب، يا رب انا مش هقوم غير لما تغفر لي، ويفضل صادق مستحمل. لان احيانا كتير ربنا سبحانه وتعالى يظل تارك العبد يجاهد نفسه في الذنب وهو قادر يتوب عليه، لكن ليرى صدق العبد. بالظبط. فالعبد شغال يبكي، يا رب توب عليا بقى، اصبر، هو مستنيك يشوف صدقك. هتستحمل سنتين بتعمل ذنب وبتتوب؟ هتفضل على الحاله دي مجاهده صعبه يا عمر جدا، صح. نفسيه. اذا انا اعمل يجي لي شاب يقول لي شيخ انا قعدت توبت 6 شهور من الذنب، بعد كده قعدت ثاني، اعمل ايه؟ قلت له انت بطل، قوم وكمل لغايه ما ربنا يرى فيك الصدق التام فيعفو عنك من الذنب. وفي علل كتير ممكن مره نعملها تانية. لا الذنب ليه حكم كتير جدا، مش مجرد ليس دوما يبتلي كما قال ابن القيم، ليس دوما يبتلي ليعذب، انما يبتلي احيانا ليهذب. فربنا يبتليه كل شويه بالذنب ويختبره فيه عشان يشوف هيتوب ولا لا، عشان يربيه ويعرف ان الذنب ده خطير، عشان يعرف قيمته. لكن لو من اول مره تاب عليه خلاص. ففي حكم كتير قوي، فلازم ننزع موضوع العصمه ده. حبيبي انت هتقع، بس ربنا يريد منك لما تقع تقوم. زي ما قال الشيخ الألباني، ليست العبرة أن تصل، ولكن العبرة أن تموت على الطريق. مش عايزك توصل، عايزك تموت وانت تواب. لكن فكرة ان انا برجع لذنب كل مرة عادي، لو وقعت في الذنب 1000 مرة قوم 1000 مرة. ودايما نفتكر المثال اللي انا يجي عند ربنا انا بحاول. لو اب، ولا المثل الاعلى، اب شايف ابنه بيحاول ويذاكر ويعمل اللي عليه مش هيعاقبه. لكن اللي قاعد مأنتخ ما فتحش كتاب لا يبالي، فأيهم الأب هيحب اللي بيحاول. أكيد طبعا. لكن التاني لا، انت بتستعبط. فدي اللي محتاجينها. تالت حاجة في رمضان، انت قلت لي في رمضان بناخد كلنا العهود، بس لازم تعرف ان انت في رمضان جوك الإيماني، وده ممكن نعمله في حلقة رمضان إن شاء الله، جوك الإيماني بيشجعك. لكن بعد رمضان انت محتاج تلزم نفسك بحاجة بتفكرك برمضان. يعني لو في رمضان كنت بتقرأ 3 4 أجزاء، خلي الحاجة الصغيرة بقرأ صفحتين 3 بس ما اقطعش. كنت بصلي قيام ليل وتهجد، الفروض بس مع ركعة وتر، حاجة بسيطة. خلي حاجة دايما تفكرك بريحة رمضان. ولو وقعت بعد رمضان قوم تاني. لأن المشكلة في إيه؟ في الانتكاس بعد رمضان. اللي الشيطان يقول لك أنت انتكست راح منك رمضان، لا يا حبيبي ما راحش. ربنا قال سبحانه وتعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى. أنت خدت أجر رمضان إن شاء الله. وقعت بعد كده خلاص، علامة صدقك إيه؟ تقوم تاني. يعني علامة صدق العبد كلما وقع أن يتوب. أما الإنسان اللي مش صادق لما بيقع بيفضل قاعد. وده من علل التوبة أصلا. من علل التوبة إن الإنسان يخلي توبته مشروطة. طول ما هو ماشي تمام يبقى ده كده صح. لو وقعت يبقى كل حاجة راحت، لا عادي مش مشكلة خلاص، اوعى قوم تاني، اوعى قوم تاني. ودي ممكن هنتكلم عنها في حلقة رمضان. اللي بعض الناس بيجوا في رمضان يجي يبص لعلبة السجاير، ميعادنا ليلة العيد عشان ما ينفعش في رمضان. هل ده يعتبر تائب؟ لا. ليه؟ لأنه عزم على المعاودة فمش تابش. وده هنتكلم عنه إن شاء الله في حلقة رمضان إن شاء الله. يعني أنا متشوق جدا لحلقة رمضان. أنا متشوق جدا صوت زوري يخف. إن هشرب شاء الله حاجات سخنة يكون كتير. إن شاء الله يكون صوتك خف وبقى أحسن من كده بكتير. إن شاء الله. ونتكلم عن رمضان وإزاي نستعد ليه، وإيه المشاكل اللي بتواجهنا في رمضان، زي إن أنا بنتكس في نص رمضان، ومشكلة المسلسلات
يعني دي حاجات بتيجي علينا كده. انا قبل الفطار انا قاعد بقرا وبصلي والكلام ده كله، وبعد الفطار ابدا بقى مسلسلاتي رمضان نايتس بقى. رمضان نايتس، فاهم الفايبس دي. فازاي نواجه الموضوع ده، وازاي نقدر نهذب نفسنا وما نعملش الحاجات دي ونتحكم في الموضوع ده. ف وبرضه من اول الاستعداد برضه قبلها بكام يوم. ونقطة الناس اللي بتعمل شنط رمضان بقى والرياء والحاجات اللي زي كده. فمواضيع كتيرة وحواديت كتيرة حضر هنتكلم بس وانا فيها. هحضر ونشوف الدنيا ايه. هنتكلم فيها عن رمضان ان ان شاء شاء الله. الله في الحلقة الجاية. ان شاء الله. وبشكرك جدا على الوقت الجميل اللي احنا قضيناه مع بعض ده. حبيبي. وبشكر كل صحابنا وحبايبنا اللي سمعوا البودكاست لحد هنا. لو انت سمعت البودكاست لحد هنا فانت صديق مميز جدا. واتمنى يعني تكتب لي حاجة في الكومنتات، تقول لي ان انت كملت لحد هنا، او تثبت لي ان انت كملت لحد هنا. وان شاء الله يعني نشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست سرابيل. شكرا. شكرا حبيبي. السلام يلا. عليكم. عليك.